الأهلي النهارده هيعمل حاجة غريبة كده وعجيبة وعمري ما شُفتها في التاريخ بصراحة، يعني الأهلي النهارده الساعة 17:00 هيلاعب بترول أسيوط والساعة 20:00 هيلاعب النجوم. بصراحة أنا مش فاهم دماغ الكابتن حسين عموتة فيها إيه، يعني أنت مثلًا عايز تجرّب اللعيبة كلّها مثلًا وعايز تجرّب أكتر من طريقة لعب مثلًا، طب ما أنت كنت ممكن تلعب امبارح والنهارده، أقل ما فيها كان يبقى في يوم مثلًا فاصل ما بين المباراتين. ما هو طبيعي اللعيبة اللي هتلعب في المباراة الأولى استحالة إن هي تلعب في المباراة التانية، يعني ما هو مش هينفع اللعيبة تلعب في المباراتين. طب أنت مثلًا عايز تجرّب ال30 لعيب مثلًا والّا الأكتر اللي معاك والّا ال26؟ أنا بصراحة مش فاهم. طب ما أنت في أسبانيا هتلعب يوم 12 ويوم 13 قبل المباراة العالمية اللي هتبقى مع برشلونة يوم 19. على فكرة أنا أهلاوي جدًا ومع الكابتن حسين عموتة قلبًا وقالبًا ومعاه في أي قرار ياخده، أنا مش طالع أهاجمه، بس أنا بصراحة مش فاهم دماغه. هو عامةً الكابتن حسين عموتة شديد جدًا وقوي جدًا مع اللعيبة وما عندوش انتماء لأي حاجة، يعني اللي هتلاقيه بيستهبل أو بيتميّز في الملعب ده اعرف إن ما لوش مكان، وأصلًا من الناس اللي هي ما بتفكّرش في النجوم، يعني هو النجم بتاعه اللي بيبقى موجود في الملعب، اللي هو أنت هتأدّي هالاقيك، مش هتأدّي مش هاشوفك، خلّي بالكم إن الكابتن حسين عموتة شديد جدًا، جدًا، وبصراحة الأهلي ده فريق مُرزق، يعني أنت متخيّل إن أنت مثلًا إيه، من سنتين كده والّا حاجة تطلع تاني الدوري أو مثلًا من أكتر من سنتين تلاقي اتصالات بتمضي معاك، السنة دي تطلع التالت تلاقي فودافون بتمضي معاك وعايزة تعمل لك استاد، وبرشلونة بتدوّر عليك عشان تلاعبك، فهي في نوادي كده سبحان الله تحس إن الفلوس بتجري وراها، زي كده في ناس تحس إن هي مرزقة في أي شيء، وفي نوادي تانية تحس إنها فقرية، لو خدت كل بطولات العالم برضه هتفضل فقرية، وبرضه هتفضل مديونة، وبرضه هتفضل عليها مشاكل، سبحان الله. عمومًا أنا مع الكابتن حسين عموتة في أي شيء هو عايزه، أنا كل اللي يهمني إن أشوف الأهلي فريق ناجح وأشوفه بياخد كل البطولات وأشوفه أحسن فريق في العالم، لإن أنا أصلًا راجل أهلاوي مدريدي، أنا باشجع الفريقين، بس مش عارف السنة دي كده تقريبًا هاشجع بقى برشلونة بسبب حمزة عبد الكريم والّا إيه، أنا بصراحة مش عارف، يعني أنا ممكن بقى أضحك على نفسي وأقول إيه، أعمل إن أنا برشلوني مثلًا، مش عارف بصراحة، الموضوع مش جاي معايا خالص، أنا ما باحبش برشلونة دي نهائي، وعمري ما شجعتها في التاريخ، بس مش عارف بقى السنة دي كده حاسس إن هيبقى انتمائي ليها. عمومًا هاحاول أضحك على نفسي كده وأقول إن أنا إيه، أهلاوي برشلوني يمكن تيجي معايا. كل التوفيق للنادي الأهلي، ويا رب نشوفه مكسّر الدنيا، ويا رب يا كابتن حسين يا عموتة تبقى أحسن مدير فني في العالم، مش هاقول لك في أفريقيا بس، مجرد دخولك للأهلي أنت نوّرت الدنيا كلها.